هل العلاج الطبيعي ليه دور في علاج خشونة الفكين ولا لا؟ ناس كتير ما تعرفش ان الفكين بالنسبة لنا او التمبو مانديبولار جوينت ممكن يحصل لهم خشونة، وناس اكتر ما تعرفش ان العلاج الطبيعي بيبقى ليه دور مهم جدا في علاجه. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن 3 تمارين مهمة جدا تقدر تحميك من خشونة الفكين بإذن الله. بس قبل ما نبدأ في الحلقة كالعادة ما تنسوش انكم تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا مصطفى سليم، هنا حكيم اعصاب. يلا بينا نخش في الحلقة. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله جميعا تكونوا في افضل حال وفي افضل صحة. مشكلة خشونة الفكين هي مشكلة بتعاني منها ناس كتيرة قوي، والألم بتاعها كمان بيبقى شديد، بيبقى معاها طرقعة في الفك وألم شديد جدا تخلي المريض بتاعها ممكن ما يعرفش ياكل، وأي حركة بالنسبة له حتى لو في الكلام يبقى معاها ألم فظيع هنا، ويبدأ مرحلة البحث عن العلاج. والمشكلة كمان ان المرض ده لو اهمل وما تعالجش ممكن يبقى ليه مخاطر كبيرة قوي زي الديسلوكيشن او ان المفصل يتفك عن مكانه، ودي مشكلة كبيرة حبتين ربنا ما يكتبها على حد. وناس كمان ما تعرفش ان العلاج الطبيعي بيبقى ليه دور مهم جدا ورئيسي في علاج خشونة الفكين. واحنا النهاردة بمشيئة الرحمن هنتكلم عن 3 تمارين. ال3 تمارين دول سهلين جدا 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 ومش هياخدوا من وقتك اي حاجة، ومهمتهم الاساسية ان هم يقووا العضلات بتاعة الفك بحيث ان هي تقدر تحميك بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى من خشونة الفكين. وهنقول لك على شوية نصائح في الاخر بحيث برضو ان هي تجنبك. طب لو انا كان عندي خشونة الفكين المفروض اعمل ايه؟ لازم تروح الاول لدكتور الاسنان ونشوف درجة خشونة الفكين دي بتتكلم في ايه. هل هي درجة بسيطة ولا هل هي درجة شديدة داخلة في ديسلوكيشن؟ وبعدها بتروح لدكتور العلاج الطبيعي بحيث ان احنا نبدأ نعالج الخشونة دي. طب لو كانت درجة شديدة قوي وخلاص داخلة على الديسلوكيشن، بتبقى مكمل مع طبيب الأسنان أو طبيب جراحة الوجه والفكين، هم اللي بيتولوا مرحلة العلاج في هذه المرحلة. أما المراحل اللي ما دون ذلك العلاج الطبيعي بيبقى ليها دور مهم جدا أو بيبقى ليه دور مهم جدا في علاج خشونة الفكين. طيب مين الناس يا دكتور اللي معرضين إن هم يصابوا بخشونة الفكين؟ أول فئة، ودايما بقولها في كل الفيديوهات، الناس اللي عندها نقص الكالسيوم. مين اللي ما عندهمش نقص الكالسيوم؟ قولوها انتم. الناس اللي ما بتشربش اللبن والعظم بتاعهم بيكون ضعيف، خاصة البنات بتبقى معرضة جدا، وياما في العيادات عندنا بيجيلنا الموضوع ده بسبب بس نقص الكالسيوم. والناس اللي بتمضغ مستيكة او مش عارف انتوا بتسموها ايه يعني، بس هي اسمها مستيكة يعني، او لبان عمال على بطال عمال على بطال، بيبقى فيه اوفر يوز بالنسبة لنا للفك، بيؤدي بعد كده للخشونة. وفي برضو عامل وراثي ممكن يخش معانا في الموضوع ده، وإن كان قلة شوية ولكن بيخش معانا العامل الوراثي في الموضوع. طب لو احنا كنا من الريسك فاكتورز دول او حتى ما كناش من الريسك فاكتورز وعايزين نتجنب الموضوع ده، نعمل ايه؟ هنتكلم دلوقتي بمشيئة الرحمن عن 3 تمارين. ال3 تمارين دول زي ما قلنا في الأول لتقوية العضلات بتاعة الفكين. إيه هم ال3 تمارين دول؟ أول تمرين معانا هو مساج خفيف جدا للمنطقة بتاعة التمبو مانديبولار جوينت أو منطقة الفك. بتعمل حركة دائرية هدفها تنشيط الدورة الدموية، وتنشيط الدورة الدموية زي ما قلنا بتبقى ليها فوائد كتير. انتوا بقيتوا شاطرين دلوقتي ومتابعوا الفيديوهات وعرفتوا الكلام ده، أنا مش محتاج إن أنا أقوله. نبدأ نعمل سيركولار مساج على المنطقة دي كده، تمام؟ بنبدأ نعملها لمدة دقيقة دقيقتين، مفيش أي مشاكل فيها. ده أول تمرين، دي حاجة بسيطة جدا. تاني تمرين بنبدأ إن إحنا نفتح الفك بتاعنا، بس ما نفتحهوش على الآخر لأن هو ممكن يبقى فيه ألم لو إحنا بنعاني من درجة خفيفة من الخشونة. بنفتحه بالشكل ده، 1 2 3. تقدر تعمل التمرين ده 3 مرات في اليوم، المرة الواحدة 10 عدات، ولو عايز تزود مفيش أي مشكلة. تالت تمرين معانا هو التمرين التاني بس بالمقاومة. هتحط ايدك تحت الفك وتبدأ انك تعمل نفس التمرين التاني، 1 2
3 يعني بتفتح الفك وايدك بتقاوم الحركه بتاعت الفك، والتمرين ده مفيد جدا جدا لتقويه عضلات الفكين. طيب ايه هي النصائح اللي ممكن تأثر بالإيجاب على موضوع خشونة الفكين؟ أول حاجة لو احنا كان عندنا نقص الكالسيوم لازم ان احنا نزود نسبة الكالسيوم عشان نحسن العظم. اما لو احنا ما كناش بنشرب اللبن اكيد لازم ان احنا نتناول اللبن كوب واحد من اللبن يوميا، الا لو كان عندنا بقى حساسية من اللبن وبنتوجه للدكتور. تاني حاجة بالنسبة لنا لو احنا شغالين عمال على بطال من اللبان او المستيك او زي بقى ما عايزين تقولوها كده، نحاول ان احنا نحد منها شوية. وتالت نصيحة واهم نصيحة ان احنا لو لقينا عندنا في ألم بدأ يظهر معانا او طرقعة في منطقة الفكين، بلاش بقى هنحط مش عارف كمادات تلج دلوقتي شوية مش عارف كمادات، لا فورا لازم تروح عند الدكتور نشوف الموضوع ده، لان الخشونة لما بنسكت عليها بتعمل مشاكل كتير زي ما قلنا، اللي هي ممكن توصل لديسلوكيشن او خلع المفصل بشكل كامل، ودي حدوته كبيرة والمها بيكون شديد جدا. الموضوع ان شاء الله بسيط، واتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم بالثلاث تمارين البسيطة دي. لو عجبتك الحلقة ما تنساش كالعادة لو بتشوفني على اليوتيوب تعمل لي لايك، وتنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وتنزل تكتب لنا في الكومنتات تحت ايه المواضيع اللي حضراتكم حابين ان احنا نتكلم عنها ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه. ولو بتشوفني على الفيسبوك ما تنساش تدعمني لايك منشن شير. اتشرف ان حضراتكم تتابعوني في اي بلاتفورم انا موجود فيها اونلاين، فيسبوك ويوتيوب بنفس عنوان حكيم اعصاب، انستجرام والتيك توك باسم مصطفى سليم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه قريب جدا. السلام عليكم.